النهارده كنت راجع من أسوان بعد كروز للأقصر، وبالصدفة قابلت زميل أحمد بدوي والزميل العزيز الغالي من أيقونات الإرشاد السياحي في محطة قطار أسوان. وكانت المفاجأة إن هو عمل معايا واجب جامد جدا. كان واقف قبليه في طابور فقطع لي التذكرة بدل ما أقف ساعة، وكانت المفاجأة إن هو اختار لي قطر جميل. إيه القطر بقى يا أبو حميد اللي أنت اخترته؟ تانجو. انا فوجئت بالقطر الصراحه. يعني اول حاجه انا دخلت طبعا، رحت جبت ميه لسه الصابر عشان هو خد شنطي، هو دخل لي الشنط الاول. بعدين فوجئت ان هو استقبله احد العاملين بالقطار يعني، وساعده في موضوع الشنط، طلعها له فوق حطها له في الحته اللي هو المفروض يعني سيرفيس 5 ستارز. وبعدين لما جينا قعدنا، طبعا قعدنا على الكرسي. كان دايما اسمع عن الكراسي بتاعته مش مريحه، بالعكس هو صح الكرسي مش هيرجع لورا، بس انا شايف ان الكرسي مناسب للظهر. هو عامل زي حتى الكراسي اللي بيحطوها. شوفوا الناس قاعده مستريحه اهي ورا، اهي الناس قاعده مستريحه ورا. لا عادي جدا الناس قاعده مستريحه ورا. لا المهم انا في الكرسي ببص لقيت في تحت الكرسي كده لمبه منوره، شكيت فيها. الكراسي ما بترجعش ورا. لقيت الكراسي ما بترجعش ورا. اللي هي ولا دي فيها شاشه حتى. اللي هي دي اللي هي اليو اس بي. تفضل كده اليوم كله ما بترجعش ورا خالص. في يو اس بي طبعا شاحن. انت مش نسيت الشاحن بتاعك، معاك السلك هذا، والشاحن الخلص بتاعك هتلاقي فيه يو اس بي موجود منور وشغال وممتاز يعني. في طبعا شاشه تلفزيون، هو ما اعرفش يمكن عشان مسافات طويله هيشغلوها ولا لا. وبعدين في حاجه مهمه، يعني في حاجه مهمه بس الصابر، الكاميرا. ان في كاميرا، لان احنا طبعا لو صورنا على قدام كده عشان نشوف ده التلفزيون، ده التلفزيون وده الكاميرات اللي موجوده في القطر. ولو بصينا في اي كرسي من تحت هنشوف اليو اس بي. اليو اس بي اهو موجود قدامي، اليو اس بي في كل كرسي من تحت. دي حاجه جميله جدا يعني نستخدمها. وانا كده عشان كده واير التليفون معايا اهو وبشحن حاليا. نشكر الجميع على هذا الموضوع. كويس جدا برضو الحمام مجهز تجهيز عالي، نظافة في نفس الوقت. ادي زر كبس المية وزر كبس الصابون، في قواعد حمام، في مكان لإلقاء الكمامة. يعني حاجة ممتازة وخدمة 10/10 بصراحة في قطر تلجو الصعيد اللي بادئ من أسوان. نشكر القائمين على هذه الخدمة.